السلام عليكم يا بشر في الدنيا، عاملين ايه النهارده؟ منورين القناه، مشرفنا دايما معاكم احمد الرغاي. طيب كنت عملت فوت على الفيسبوك على الجروب بتاعنا اللي هو قصص رعب الرغاي، هتلاقيه موجود في الديسكريبشن تحت. وعملت برضه فوت على اليوتيوب، وكان اغلب الفوت كان على اليوتيوب بيقولوا لا احنا عايزين الفيل الازرق، وكان على الفيسبوك بيقولوا احنا عايزين سجين. طيب انا هختار، يعني بما انكم اخترتوا هنا حاجه وهنا حاجه، فخلاص يعني الاختيار دلوقتي عايد ليا بقى، خلاص انتوا اخترتوا وفي تساوي في الموضوع. فانا هقول فيلم سجين. النهارده هنتكلم عن فيلم سجين، هلخص لكم فيلم سجين اللي هو هنعمل بلاي ليست جديده اسمها ملخصات رعب. جو الملخص ده السريع ده واللي هو بيكون بس رعب، يعني هنقتصر على الرعب بس ان شاء الله، يعني هنكون بنلخص حاجات رعب بس. الحلقه دي ان شاء الله تعجبكم. الحلقه دي هتكون كتجربه، فانت لو شايف ان انا ينفع اضيف اي حاجه تحسن من محتوى الحلقه يا ريت تقول لي في الكومنتات. بشكر جدا الناس اللي قالت رايها وبحترم رايهم جدا، ان انا بتاع تجارب وكومنتات انتوا شايفينها دلوقتي حالا. طبعا انا فعلا كده ومش هوقف الموضوع ده خالص، لان هو ده اللي انا بدات بيه وهو ده اللي هفضل بيه طول حياتي. لكن ملخصات الافلام الرعب ده كنوع من انواع التغيير، يعني عشان ما يبقاش عباره عن تجارب بس، يعني هنحاول نخلي على قد ما نقدر حلقه كده حلقه كده حلقه كده وهكذا، يعني هنرضي جميع البلاي ليستات الموجوده يعني عندنا. انا اسف ان انا طولت عليكم. نبدا الحلقه، متنساش تصلي على النبي. يلا بينا. طيب الفيلم بتاعنا وهو سجين الجزء الاول من انجح السلاسل الرعب التركية الموجودة. طبعا هما 6 أو 7 اجزاء. هنتكلم النهاردة عن سجين الجزء الاول. طبعا الفيلم طراز اسلامي وفي ايات قرآنية وفي ناس مسلمين وحجاب وخطبة، فالموضوع ايه عادي. انا بصراحة بخاف اصلا من الحاجات اللي هي الاسلامية، يعني ما تجيليش تخوفني في جزء الدين بتاعي، دي انا ممكن اكون بخاف منها شوية، ولكن حاول يعني الفيلم زائد 18. حاول لو انت اقل من كده بلاش تسمع الفيديو وتشوف اي فيديوهات تانية موجودة عندي، هتلاقيها موجودة في الديسكريبشن عادي جدا. الفيلم بيبدأ يحكي قصة وهو سبب نزول المعوذتين. ايه اللي خلى سورة الفلق وسورة الناس تنزل؟ قالك ان الرسول اتعمل له عمل في احد الايام، وكان العمل ده من راجل يهودي. الرسول صلى الله عليه وسلم تعب واشتكى جدا من اذية العمل ده ليه، فجاله جبريل عليه السلام وقال له ان العمل ده موجود في بير موجود في مكان معين، ان احنا لازم نطلع العمل ده ويبطل او يدمر. طبعا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بعت سيدنا علي عشان يخرج العمل ده من البير ويدمره، وده اللي حصل. بداية مشاهد الفيلم بتبدأ من دجال اسمه إحسان أو إيسان. الدجال ده بيبدأ في أول مشهد ليه إن هو بيعمل عمل على ظهر طفل أو حد عامة يعني، وبيكتب عليه طلاسم وأشياء غريبة. القصة طبعا حقيقية زي ما قلت لك في بداية الفيديو. بتبدأ معانا أول واحدة اسمها إزنور. إزنور دي بتروح هي وصاحبتها لبيت دجال موجود في البلد بتاعتها. طبعا لما بتخش هم ما كانوش محجبين، فالست اللي هي مساعدة الدجال بتديهم أشارب عشان ما ينفعش يخش للدجال بشعرهم. طبعا صاحبة أزنور بتتكلم، وأزنور بتبدأ تتكلم بعدها مع الشيخ وبتسأله إذا كان هينفع تتجوز قدرة ولا لأ. هي بتحبه لدرجة إن عايزة تتجوزه، فتتجوزه ولا إيه اللي يحصل؟ بيرد عليها إحسان إن الجن هو اللي هيرد عليك بنفسه، مش أنا اللي هرد عليك. وبيبدأ يعمل كام تعويذة كده عشان يخلي الجن فعلا يرد. وفجأة وإحنا قاعدين نتفاجئ بصاحبتها اللي راحت معاها شكلها ابتدى يتغير، وبترد بطريقة غريبة وصوت غريب وشكل غريب، وتقول لها دمار حياتك هتبقى على ايد قدرة، لو فكرت تكملي معاه انت كمان مش هتقدري تخلفي منه لانه مسموم. وان هو احسان بيرد عليها بعد كده وبيقول لها زي ما انت شايفة الجن هو اللي رد عليكي، وبقولك بلاش تفكري تقربي من قدرة ده. عدت 12 سنة على كلام إحسان لأزنور. في مايو 2009 بتكون أزنور غلطت مع قدرة وحامل منه، وفي الشهر الرابع كمان، وللأسف من غير جواز. قدرة لما هي وصلت له المحل في محل شغله ما كانش عايز يعترف بالواد لأنه راجل متجوز وعنده طفلة، وطبعا ده ما ينفعش، وكمان ابنه منها ده في الحرام، فمش هيعترف بابن حرام. فبتقول له هي مشكلتها ايه دلوقتي ان الولد ده ابنه وابنها، وان هي مش هينفع تنزله عشان عدى الشهر الرابع. طبعا الكلام بيشتد بينهم لدرجة ان هم بيضربوا بعض، ولكن بيضربها ضربة بتوقعها على الارض.
وبتسبب لها نزيف جامد. اول ما بيشوف الدم قدرت بيتصل بصاحبه وبيقول له تعالى بسرعه بتاكسي، وبيودوها مستشفى. وبيروحوا المستشفى وهناك بيكتشفوا ان الطفل نزل، وبيرد قدرت وبيقول لها ان الطفل اللي كان رابطهم ببعض خلاص مات، وانك ما تحاوليش تقربي ليا تاني عشان انا راجل متجوز وهفضحك وسط عيلتك لو عملتي حاجه. بتطرده وبتتضايق منه وبتعيط على الطفل اللي مات. بيخرج وبيرجع البيت. بنشوف نيسا انها عايشة مع امها طريحة الفراش اللي ما بتقدرش تتحرك عشان عندها شلل كلي، ومعاها جايدة بنتها الكفيفة. بيدخل البيت وبيسلم عليهم، وبعد يوم مرهق وطويل بيخش عشان ينام. بيصحى بالليل على صوت بنته جايدة بتصحيه بالليل وبتقول له يا بابا رجع عيني في مكانها عشان اقدر اشوف بيها تاني. بيبص عليها لقى ماسكة في ايديها قرنية عينيها. بيصحى مخضوض، كان في كابوس. بيصحى وبيقعد جنب بنته وهي نايمة وبيبدأ يتأسف لها، وبيحس ان هو ندمان وبيضرب في نفسه. ونبدأ نعرف ان هو السبب في عمى بنته بسبب ان هو مهتمش بمراته لما كانت موجوعة جدا وكانت بتطلب منه ان هي تروح مستشفى، ولكن هو كان مش عايز يوديها مستشفى عشان هو انسان ما بيهتمش بيها، وان الوجع ده ادى الى تشوهات للجنين، والتشوهات دي جت في عينيه، فبنته هتفضل عامية طول حياتها بسببه. اليوم ده كان يوم جمعة. بيقوم بعد كده قدرت عشان ينزل يصلي الجمعة. بيسمع الخطبة والإمام كان بيتكلم عن سورة المطففين، وإن في آية معينة كده وبيقول فيها سجين. وبنعرف إن سجين هو مكان ضيق جدا بيتحبس فيه الفجار وبيتعذبوا على غلطاتهم. بيخرج من الجامع، بتتصل بيه أزنور برضه، ولكن بيتعصب عليها وبيقفل في وشها. بترجع أزنور للدجال وبتقوله ان هي عايزة تعمل له عمل عشان يفضل يحبها، ولكن هو بيقول لها ان ممكن يعمل لها عمل بس هيكلفها فلوس كتيرة جدا لان التعويذة دي هتكون خطيرة جدا. بتطلع الفلوس اللي معاها كلها وبتديها له، وبتديله كمان الذهب، وبيبدأ يشرح لها آلية العمل او اللي هيحصل. وبيبدأ يقول لها ان في قبيلة في الجن اسمها انذار هيقنع فيهم واحد يلبس مراته، وان الجن ده هيقتل اي حد قريب في الدم من نيسا، وكمان التعويذة دي من اخطر التعويذة اللي ممكن تتعمل. ومش بس كده، ده مش اي حد بيعرف يعملها. وطلب منها ان هي تتكلم شوية عن عيلة قدرت، وفعلا بتبدأ تحكي له، ولكن بيقول لها ان انا مش هقدر اعمل عمل اخليه يحبك، ولكن انا هقدر اعمل لك عمل افضيلك السكة خالص. هعمل عمل يموت نيسا ويموت اي حد من دمها خلال 5 ايام، وبكده الطريق يبقى فاضي ليكي انت وبس. وان التعويذة دي هتتم بآيات قرآنية معكوسة هتتكتب على عظم رجل لواحد لسه ميت، وهيحط التعويذة دي في أمعاء خنزير مدبوح، ولكن عشان ده يتم هو محتاج دم أو شعر لنيسا. وطبعا هي بتوافق إن كل ده يحصل، المهم قدرت يحبها زي ما هي بتحبه. بنشوف بعد كده إحسان والمساعدة بتاعته وهما بيذبحوا خنزير في مكان مليان طين، مكان قذر جدا. وبعد كده بيطلع أمعاء الخنزير، وبعدها بيروح لمكان هو عارفه وبيبدأ يحفر وبيطلع جثة وبيبدأ يقطع رجليها. بتروح بعد كده أزنور عشان تعمل زيارة لبيت قدرت على أساس إن هي مسافرة لشغل فهتسلم عليهم قبل ما تسافر. وفضلت تقعد وبتتكلم معاهم، وفي وسط ما هي بتتكلم طلبت منها إنها تخش الحمام، وبالفعل نيسا بتقوم تدخلها الحمام. بتخش أزنور عشان تدور في الحمام على أي حاجة ليها علاقة بنيسا، ولكن بتلاقي شعر، وبتاخد الشعر ده وبتلاقي في السلة منديل فيه دم، وبتاخد المنديل. بعد كده بتسلم عليهم وبتخرج، وهي خارجة بتقابل قدرت على الباب، وبيحصل بينهم خلاف تاني. قالت له انا كنت هدمر حياتك وكنت هحكي لهم انت عملت فيا ايه، بس هم صعبوا عليا لما شفت السعادة في عينيهم. وبيبدأ يمسكها من شعرها ويتعصب عليها تاني ويقول لها ان هو المرة الجاية هيقتلها لو ما بعدتش عن اهله. بتطلع طبعا أزنور على الدجال وهي مصممة بنسبة 100% بعد اللي عمله قدرت ان هي هتأذيه، وبتديله اللي خدته وبتكمل التعويذة. وبيبدأ يكمل التعويذة، بيبدأ يجيب المنديل اللي فيه دم وبيحطه في طبق مليان مية، وبعد كده بياخد المية دي وبيدلقها على أمعاء الخنزير. بعد كده بيجيب ورقة وبيفضل يقص فيها، وبيجيب ورقة تانية مكتوب عليها آيات قرآنية ويلفها حوالين العظمة. بعد كده يطلع أمعاء الخنزير اللي فيها المية ويلفها حوالين العظمة، ويبدأ يمسك العظمة دي بإيديه الاتنين ويقول تعويذة. المكان كله بيبدأ يتهز هزة غريبة وقوية جدا لدرجة ان الصور بتقع من على الحيطان، وفجأة العظمة بتتكسر في ايده، وبيقول لها ان الجن استجاب، وخلال 5 أيام هتبدأ تشوف مفعول العمل. وبتبدأ أول ليلة.
مشهد بيجي ام نيسا بتصرخ تصريخه خفيفه كده، وجايده قاعده جنبها وبتحاول تهديها. بتصحى بالليل نيسا عشان تصلي الفجر، وبتخش، واول ما بتقعد تصلي وبتخلص بيقع من فوقيها راس خنزير من السقف. بتتخض وبتقوم تبص بسرعه، بتلاقي السقف عليه بقع سودا وبقع حمراء، وبتلاقي دم نازل وامعاء غريبه كده. بتخاف جدا وبتخرج وبتقفل الباب، وبتصحى تاني يوم بتفكر في اللي حصل بالليل. ولكن وهي بتوضب الأوضة بتاعت جايدة بتبدأ تحس بحاجات غريبة وبتسمع أصوات غريبة، وفجأة بدأت تسمع صوت جاي من تحت السرير. بتوطي تبص تحت السرير، لقت عروسة بنتها. طلعت العروسة وفضلت تبص لها شوية بطريقة غريبة كده، وملامحها ابتدت تتغير وصوت غريب ابتدى يظهر في ودانها. وبدأت تمسك العروسة وجابت المقص وبتقطع شعر العروسة وبتاكله، وهي ملامحها بتتغير لملامح مرعبة ومخيفة. مش بس كده، دي ابتدت تقطع شعرها هي كمان وابتدت تاكله، ولكن ما كانتش قادرة تتحكم في نفسها ومش عارفة تاخد نفسها، ولكن وقعت على الأرض من كتر التعب. بيرجع بالليل جوزها وبتبدأ تحكي له عن اللي حصل لها، ولكن ما بيصدقهاش. بيقول لها انت اكيد بتحلمي، يا اما انت مجنونة، وبيصرخ فيها قدام بنتها. فبتتضايق انه عمل كده وبتسيبه وبتمشي. الليلة التانية إذنور بتراقب بيت قدرت عشان تتأكد ان كل حاجة ماشية صح، وبترجع بيتها. وهي في الطريق بتعدي جنب كومة زرع كده، وبتحس صوت غريب وحاجة غريبة طالعة من هنا، ولكن فجأة بتلاقيها قطة. بتتخض وبتكمل مشوارها على البيت عادي جدا. بتروح، بنعرف ساعتها ان أذنور عايشة مع حماتها أم علي جوزها اللي متوفي. وبتخش أذنور عشان تنام، ولكن أول ما بتبدأ تروح في النوم بتبدأ تحس بحركة في المكان وصوت غريب، صوت خبط. بتبص وبتصحى بتلاقي جوزها الميت واقف بيخبط دماغه في الحيطة، وكل حتة فيه بتنزف، وفي ايده موس. بيبص لها ويقول لها انا عملت كده بسببك انتي، انا اللي جرحت نفسي وقتلت نفسي بسببك عشان حبيتي قدرت وما حبتنيش. انا دلوقتي جاي اقتلك زي ما خلتيني اقتل نفسي. وبدأ يقرب عليها، ولكن ابتدت تصرخ. صريخها كان عالي جدا لدرجة ان حماتها دخلت بسرعة من الباب بتشوف ايه اللي بيحصل، ولكن كل حاجة بتختفي. وإذنور طبعا ما كانتش بتحب حماتها، فبتتعصب عليها وبتطردها. وبتيجي تقوم، اول ما بتحط رجليها على الارض في موس بيخش في رجلها، وبتلاقي نفسها بتنزل دم، وبتمسك الموس. الموس ده كان في ايد علي جوزها، يعني هي ما كانش بيتخيل لها ولا كانت بتحلم. الصبح بيجي وبنشوف نيسا وهي بتحمي والدتها، وكمان بتحط الأكل والغدا، واللي هو كان عبارة عن شوربة عدس بتغلي على النار. وطبعا احنا عارفين ان والدتها ما بتتحركش لان عندها شلل كلي من سنين. نزلت نيسا عشان ترمي المية اللي حمت بيها والدتها في الحمام اللي تحت، وبترجع تتفاجئ بامها واقفة على رجليها وبتمشي. كمان بتتصدم من اللي حصل، خصوصا ان وهي ماشية العفش كان بيتحرك من حواليها. بتشوف نيسا امها وهي ماسكة الشوربة المغلية وبترميها على وشها، وبتصرخ وبتقع على الارض. وشها بيتهري من كتر سخونة المية، مش بتستحمل وبتموت من كتر السخونية. نيسا واقفة بتتفرج وعمالة تصرخ. امها بتموت وبيعملوا العزاء، وبتيجي إذنور عشان تعزي هي وحماتها. الليلة الثالثة بتبتدي لما قدرت بيخلص العزاء الساعة 12 بالليل. بيرمي سجارته وبيخش بيته، ولكن بيلاقي العفش كله اتغطى بملايات بيضة كده غريبة هو ما يعرفهاش. وبيبدأ يسمع أصوات ناس غريبة قاعدة كده، وبيطلع فوق فعلا يقرب على أوضة نيسا، ولكن بيلاقي ناس قاعدة في الأرض بشكل غريب كده. وبيبدأ يسمع صوت بنته وهي بتقول أنا عارفة إنك أنت السبب في العمى ده يا بابا. وبعدها بتطلع نيسا من وراه بشكل مرعب جدا ويخوف، وبتتخانق معاه وتقول إن أنت متجوز وليك عيلة مسؤولة منك، ولا برضه هتفضل تسهر مع العاهرات بتوعك. من الناحية التانية فجأة بتظهر إذنور بتقول له سامحني. في اللحظة دي بيصحى مصدوم من الأحلام اللي هو فيها ده. قال لمراته إن أنت صح، أنا كمان ابتديت أشوف شوية بلاوي وشوية حاجات، إحنا فعلا بيحصل لنا حاجات غريبة، أنا لازم أروح أتكلم مع الشيخ وأحكي له. وراح بالفعل. بعد ما حكى للشيخ، الشيخ قال له إن مراتك عليها جن عاشق، وإن الجن كده كده بيحبوا البشر وبيحبوا الحاجات دي يعني مع البشر. فقدرت قال له إحنا مالنا ومال الجن، إيه اللي ممكن يخلي الجن يعمل كده؟ قال له أنت ممكن ما يكونش ليك دعوة بالجن، بس ممكن يكون حد عمل لكم عمل، حد هو اللي سلط
عليكم الجن ده حد بيكرهكم. انا هحكي لك اللي حصل. وبدأ الشيخ يحكي ويقول: انا في اول جوازي ما كنتش عارف المس مراتي ولا مرة لمدة شهر ونص، بسبب ان كان عندي حمى شديدة جدا، وده اللي كان عامله معايا الجن اللي كان متسلط على مراتي، لان مراتي كان عليها جن عاشق، وان في شيخ ساعده وقال له: انا كمان هساعدك انت ومراتك. اليوم الرابع. في الوقت ده نيسا كانت في البيت، سمعت صوت جاي من ناحية الحمام، صوت غريب ومرعب. قربت منه وفتحت الباب، اتصدمت لما لقت امها اللي ماتت. امها بتقول لها: انا جعانة. وكان شكلها مرعب جدا ويخوف، وكانت في ايديها عيش عمالة تفتت فيه وبتسيبه في الحمام وتوطي تاكله تاني. ولكن امها ابتدت تقرب عليها. نيسا قفلت عليها الباب بسرعة وجريت على اوضتها لفوق، ووقعت في الارض وابتدت تعيط. دخل قدرت وقال لها: خلاص احنا هنخلص من الكابوس ده، الشيخ هيساعدنا بكرة. في نفس الوقت ده أزنور كانت بتستحمى، ولكن النور قطع عليها. ولعت شمعة وخرجت من الحمام. دخلت اوضتها، لقيت نيسا قاعدة في اوضتها على الكرسي وشايلة طفل في ايديها. شكلها كان يخوف جدا، والطفل كان مرعب، كان ملوش ملامح وكان متشوه. بدأت تكلمها نيسا وتقول لها ان الولد ده كان ابنك، وكان راجل بس طلع مشوه عشان غويتي ابن عمك اللي هو جوزي. ومسكت الطفل بشكل غريب كده وسابته في طشت مليان ميه، وقامت هجمت عليها بشكل مرعب جدا وكان يخوف قوي. حتى كانت وهي بتقرب عليها جسمها كان بيتكسر، ومسكتها من شعرها وقربت وشها من وشها جدا. ولكن أزنور وقعت على الارض وطلع كان بيتهيأ لها. ساعتها أزنور اتصلت بالدجال إحسان وبتقول له اللي بيحصل لها وبتحكي له، فبيرد عليها ويقول لها: مش ممكن ابدا ان الجن يأذيكي الا لو كنت قريبتها او في بينكم صلة دم. قالت له: لا مفيش اي صلة دم بينا. قال لها: خلاص يبقى ما تخافيش، مش هيحصل لك اي حاجة. طبعا اللي سمعت المكالمة في اللحظة دي كانت حماتها، سمعت مكالمة أزنور مع الدجال وعرفت كل حاجة. بعد كده بنشوف نيسا وهي قاعدة بتسرح شعر بنتها وبتخيط لها هدومها، وجايدة كانت بتتكلم معاها وبتقول لها: هي تيتا فين دلوقتي؟ في الجنة. بترد عليها نيسا وبتقول لها: مش عارفة. بدأ يحصل لنيسا نفس اللي حصل لها ساعة العروسة، وملامحها ابتدت تتقلب وابتدت تتغير، وقامت جابت حبل وكانت هتشنق نفسها في النجفة. وطبعا بنتها مش شايفة اي حاجة، هي سامعة اصوات بس. ولكن قبل ما تموت بيخش قدرة بسرعة في الوقت المناسب ويلحقها، ويبدأ يهديها ويقول لها: احنا هنروح دلوقتي للشيخ، دلوقتي هنروح للشيخ. وهي كانت بتاخد نفسها بالعافية لانها كانت هتموت. بتيجي بعد كده حمات أزنور تزورهم في البيت وتتغدى معاهم، وبدأت تتكلم مع قدرة وبتقول له اللي حصل، وبتقول له ان هي سمعت أزنور وهي بتتكلم مع الدجال، ولكن كان بيرد عليها ويقول لها: تمام خلاص انا هتصرف معاها، انا دلوقتي طالب منك ان انت تخلي جايدة معاكي عشان احنا ورانا مشوار انا ومراتي. بتوافق حمات أزنور. في الوقت ده أزنور كانت قاعدة في البيت بتاعها بتاكل وكل شيء طبيعي، ولكن فجأة الأكل اللي كانت بتاكله اتحول لديدان ودم بقى بيقع من بقها، وتقوم بسرعة بتتخض وتقع على الكرسي، وتبدأ قوة غريبة تكسر لها جسمها وتلف أطرافها عكس بعض. قوة مش طبيعية موتت أزنور وهي في البيت. الليلة الخامسة والأخيرة بنشوف قدرة وصل للمكان اللي الشيخ قال له عليه، وفي نفس الوقت نيسا كانت قاعدة جنبه وكانت بتتكلم مع حد محدش شايفه، بتتصرف بطريقة غريبة أو بتكلم نفسها. قدرة خد الشيخ على جنب وبدأ يحكي له اللي قالته حمات أزنور، ولكن الشيخ قال له: تمام أنا هتصرف وما تقلقش، كل حاجة هتبقى كويسة. ودخلوا المكان اللي الشيخ كان محضره عشان يساعدهم فيه، ولكن غالبا المكان ده كان بدروم المسجد. الشيخ قعدها في نص الأوضة وحط شال اسود على راسها وحط مية مقري عليها ومسك شومة وكان هيضربها، ولكن قدرة حاش ايده وقال له: انت بتعمل ايه؟ دي مراتي، انت كده هتموتها. قال له: دي مش مراتك، دي الجن اللي عليها. وفي نفس اللحظة دي يرد الجن على لسان نيسا ويبص لقدرة ويقول له: ليه بتخون مراتك؟
انا بقى هعمل مع مراتك زي ما انت عملت مع أوزنور. والشيخ كان بيحاول يضربها مرة كمان، تقوم بسرعة وتمسك ايديه قبل ما يضربها، وطبعا الجن اللي كان عليها هو اللي بيعمل كده. وقعت الشيخ على الارض وقربت من قدرت، مسكته من رقبته وكانت هتقتله. ملامحها ابتدت تتحول لشكل غريب ومرعب، وكانت هتموت قدرت. وفجأة الشيخ يجي من وراه ويلحقها ويلف حواليها الشال ويبدأ يكتفها. يقوم قدرت ويجيب حبل ويبدأوا يكتفوها في الكرسي، وفعلا بدأوا عملية الصرف. ولكن بدأ الشيخ يضربها بالشومة على دماغها. خدت الضربة وضحكت وكان صوتها بقى غريب، وبصت على الشيخ وقالت له: عشيق مراتك كان صاحبي وفي نفس القبيلة، كنت بشوف كل حاجة بتحصل معاك وكنت بشوف كل حاجة بتحصل مع مراتك. الشيخ اتعصب وراح ضربها ضربة جامد على دماغها. قدرت خدها في حضنه وكل حاجة سكتت. بدأت تنزل دم من دماغها، طبعا ماتت. قدرت قام مسك الشيخ من رقبته وكان هيموته وقال له: انت اللي قتلت مراتي يا مجنون. ولكن الشيخ وهو بيلتقط انفاسه بدأ يشوف وراه بنته جايدة، ويعرف ان مراته كانت تحت تأثير وان بنته هي اللي معمول لها العمل. وبيرجع المشاهد تاني وبنعرف ان الدم والشعر اللي كانوا مع أوزنور اللي ودتهم للشيخ كانوا بتوع جايدة. الشعر كان شعر جايدة، والدم جايدة جت لمامتها في مرة وقالت لها: أنا صحيت من النوم لقيت نفسي متعورة. ولكن ساعتها نيسا راحت لقدرت وقالت له: بنتك كبرت. وخدت المنديل ورميته في سلة الحمام. ساعتها كانت أوزنور خدت المنديل على أساس إن هو بتاع نيسا، ولكن كان بتاع جايدة، وإن العمل كله اتعمل لجايدة، وإن جايدة هي اللي كانت بتعمل كل حاجة من الأول. طبعا كلهم ماتوا، والشيخ الحكومة قبضت عليه بتهمة قتل نيسا وقتل قدرت، وما صدقوش طبعا ان جن والكلام اللي هو بيقوله ده. وده يفسر طبعا أوزنور ماتت ليه، لان هي بنت عم قدرت وجايدة تبقى بنت قدرت، فكل المشترك معاه في صلة الدم مات. وبس كده خلصنا سجين الجزء الاول. لو عجبك جدا ما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات تحت، وهل اكمل ولا لا. ودي بلاي ليست اسمها ملخصات مرعبة. كان معكم صديقكم المقرب الرغاي.